مرحبا بجمهورنا المحب للدراما الهندية. نحن سعداء جدا بتواجدكم في هذا الفيديو الجديد الذي يحمل مشاهد ولحظات رائعة من مسلسلاتنا المفضلة. شكرا لكم على تواجدكم معنا، ونتمنى لكم وقتا ممتعا ومفيدا. أخبار مشوقة تم الإعلان عنها حديثاً في عالم المسلسلات الهندية، حيث تم الإعلان عن عودة الممثلة ديشا بارمار للعرض بموسم جديد من مسلسل رياح الحب الموسمية بيدا كيلاكتين، والذي يحمل اسم رياح الحب الموسمية 2. يتميز هذا المسلسل الدرامي الرومانسي بأداء نجمين الهند ديشا بارمار ونكول مهتن، وتدور أحداثه حول قصة حب بين رجل وامرأة يتقابلان لأول مرة في سن النضج المتأخر. وبعد وفاة الأبطال في الحلقة الأخيرة، تم عمل قفزة جيل إلى أطفالهم، وتم عرض قصة أولادهم في المواسم السابقة. وبحسب التقارير، سيتم عرض موسم جديد يتحدث عن عودة الأبطال الرئيسيين ديشا بارمار ونكول مهتن، والذي يتضمن عودتهم للأدوار التي أدوها مسبقاً في المسلسل. من المثير للاهتمام معرفة كيف سيتم إعادة الأبطال الرئيسيين للعرض بعد وفاتهم في الحلقة الأخيرة، وإذا كان سيتم تطوير قصة جديدة أو استخدام طرق جديدة لإحياء شخصياتهم. غير أن الجمهور ينتظر بفارغ الصبر عودة هذا الثنائي الرائع وتطورات قصتهم الرومانسية في موسم جديد من رياح الحب الموسمية 2. هل سيتم عرض الموسم الجديد من رياح الحب موسمية في وقت قريب؟ حتى الآن لم يتم الكشف عن موعد العرض الرسمي للموسم الجديد من مسلسل رياح الحب الموسمية 2، ولكن من المتوقع أن يتم عرضه في وقت قريب جدا. يعتبر مسلسل رياح الحب الموسمية من أشهر المسلسلات الهندية الرومانسية، وحظى بشعبية كبيرة بين المشاهدين، ولذلك من المتوقع أن يكون الاهتمام بالموسم الجديد عالياً. ومن الممكن أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول موعد العرض الرسمي وتفاصيل القصة في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، وسنبقى على اطلاع على أي مستجدات، وسنقوم بتحديث المعلومات بمجرد الإعلان عنها. انتهى الفيديو. نحن نتطلع إلى تفاعلكم ومشاركتكم معنا، فلا تترددوا في التعليقات والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على تفاعلكم ودعمكم لنا. وللحصول على المزيد من التحديثات والأخبار المثيرة حول بوليوود، لا تنسوا متابعة صفحتنا على الانستغرام دراما هندي تجمعنا. شكرا لكم على متابعتكم، ونتطلع لرؤيتكم في المقاطع القادمة.